عشاق العطور أينما كنتم، أهلا وسهلا بيكم في كافيه العطور مع محمود جمال. ومعانا النهاردة عطر جديد من دار مش جديدة ولكن جديدة عليا، ما جربتهاش قبل كده، أول مرة النهاردة نتكلم عليها، وأنا شايف إن الدار دي تستحق التجربة بكل جدارة. يلا بينا نتعرف على العطر اللي معانا النهاردة، ولكن ما تنساش تعمل لايك. والعطر اللي معانا النهارده عطر رير من دار فينيك الاماراتيه، واحد من ضمن مجموعه واسعه من عطور فينيك جربتها في جلسه عطريه مع احد الاصدقاء. صراحة في مجموعة كبيرة جدا من العطور جميلة جدا، ولكن العطر ده اللي خطفني من أول مرة شميته. عطر بيرتكز بشكل أساسي ورئيسي على رائحة الأخشاب مع رائحة الورد، هما أساس العطر. ولكن تعالوا نتعرف على تدرج العطر ده والروائح اللي انت بتلاحظها فيه. طيب، افتتاحية العطر افتتاحية حمضية منعشة، جاية في خلفيتها كده رائحة سبايسي خفيفة مع نوتة بحرية، مش بحرية بالمعنى الحرفي، ولكن تشعر بان هي كده كأنه هواء منعش برائحة البحر، خفيفة جدا، مش مزعجة ابدا، ما فيهاش لا زفارة ولا فيها اي حاجة، هي وجودها كملطف فقط لا غير للافتتاحية. كمان اشعر بان الرائحة الحمضية اللي موجودة هنا انا بالنسبة لي ان هي برتقال، ولكن مش برتقال في صورة فاكهة، ولكن اشعر ان هي برتقال في صورة عصير مع لمسة منعشة من النعناع. صراحة ما قدرتش اتوصل اذا كانت دي نعناع ولا ريحان، ولكن انا اميل الى ان هي تكون نعناع بشكل كبير جدا، لان هي جاية بصورة باردة وبتلطف بشكل كبير من السبايسي اللي موجود في الافتتاحية، ما هوش دافي ولا حار، هو جاي وكأنه جاي معاه ريحة باردة فحدت من قوة او من دفء السبايسي اللي موجود. الافتتاحيه دي سرعان ما تتطاير، يعني مش هتقدر ان انت تشمها بشكل كبير، هي بتبقى لمده دقائق معدوده وتختفي، ويبدا يتسلل الورد الى العطر. وانا قاصد اقول لك يتسلل لانه الورد بيبدا يدخل العطر هنا بخطوات، يعني تشعر بان هو ايه، خطوات برفق وحنو، يبدا يدخل سنه سنه معاك في العطر الى ان ينضج، ويبدا رائحة الورد تبقى هي مسيطرة وواضحة بشكل كبير جدا، ويجي معاها نوتة أنا بحبها جدا. إيه هو؟ يجي معاها الباتشولي. والباتشولي يجي هنا، مش عايز اقول لك ان هو بيدي ريحه خضراء كثيفه اكثر من انه بيدي ريحه ترابيه. الريحه الترابيه بالنسبه لي واضحه جدا جدا في قلب العطر مع رائحه الورد، بتبقى جايه بشكل جميل. توظيف الورد هنا يا جماعه توظيف راقي جدا وهادي وكلاسي كده، ما هوش ورد مزعج او ورد يميل او ورد فج كده يميل الى الجانب النسائي، بالعكس هو ورد شيك جدا مع رائحه الباتشولي الترابيه، وجاي في خلفيتهم لمسه خفيفه من الفيتيفر، وكانك بالظبط جبت مع قاعده العطر جبت كرسي خشب وقعدت عليه في قلب حديقه ارضها مبتله بالماء، والحديقه دي كلها ورود. عطر من العطور الجميله زي ما قلت لك كده، ده وصف العطر بشكل كبير. والعطر بيستقر على قاعده بعد فتره طويله، يعني الجاب ما بين القلب وما بين القاعده بياخد وقت. قاعدة خشبية بالمقام الأول فيها خشب السيدار واضح بشكل كبير مع الفانيليا، وأشعر كمان بوجود خشب الصندل لأن في رائحة كريمية دسمة في قاعدة العطر، أتوقع أن هي جاية من الفانيليا مع خشب الصندل ومعاهم خشب السيدار. العطر من العطور صراحة الجميلة، زي ما قلت لك هنا توظيف الورد جاي بطريقة شيك جدا، الافتتاحية بتاعته بتختفي بسرعة، واللي بيكمل مع قلب العطر وقاعدة العطر. قاعدة العطر جميلة بالظبط زي ما قلت لك، كأنك قاعد على كرسي في قلب حديقة أرضها مبتلة بالماء، وبتشم رائحة الورد اللي معمول في العطر هنا بشكل شيك جدا. نيجي نتكلم على امتى استعمل العطر ده. انا شايف ان العطر ده من العطور الجوكر اللي ينفع تستعملها لمعظم فصول السنة. يعني ايه؟ يعني ينفع استعمله في معظم فصول السنة، جميل وانيق وحلو. طيب اداء العطر عامل ازاي؟ اداء العطر انا شايف ان هو اداء متوسط، بيدي ثبات يصل الى 8 ساعات مع فوحان واضح. خدوا بقى بالكم الحتة دي، فوحان واضح لمدة ساعة. لمدة ساعة فوحانه بيكون واضح، لو حد معدي من قدامك بمسافة يقدر يلاحظ العطر. بعد مرور الساعة يبقى العطر قريب جدا من الجسم، بحيث انه ايه،
اي شخص يقعد جنبك يعدي من قدامك كده على مسافه مثلا ذراع يقدر يلاحظ رائحه العطر، خاصه لو انت رشه في وقت زي بالليل وفي نسمات هواء، هيبقى العطر واضح بشكل كبير جدا للناس اللي حواليك. انا شايف ان العطر من العطور الجميله اللي تستحق ان انت تنزل وتجربها، فجرب رير وقول لي رايك فيه ايه. طيب اخر سؤال في الحلقه، لو انت جربت عطر من عطور فينيك اكتب لي رايك في التعليقات، او اكتب لي اسم العطر اللي انت جربته. ولو انت جربت اي عطر من البراندات المحليه سواء اماراتيه سواء مصريه ايا كان جنسيتها ايه، اكتب لي تجربتك الكامله مع العطر في التعليقات، ربما نقدر نحصل عليه ونعمل لك عليه فيديو باذن الله ونتكلم على تفاصيله. بكده تكون انتهت الحلقه بتاعتنا، اشوفكم على خير في يوم جديد وحلقه جديده، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.